اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. الناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه. النهارده بقى هنعمل لازانيا دلوقتي بقت موفره بسعر كويس. كانت الاول العلبه بتاعتها غاليه قوي، دلوقتي نوع الملكه بتنزلها بسعر مش غالي وحلوه وبتعمل كميه. اول حاجه عملت بشاميل كده على البارد، حطيت لبن وحطيت في الدقيق وحطيت ملح وفلفل اسود ومعلقه سمنه واحده بس. طول ما البشاميل على البارد ما بيحتاجش ان احنا نحط فيه ادام كتير غير لما بنحمر له. وبدات ان انا اقلبه ورفعته على النار. النهارده عايزه بشاميل ما يكونش تقيل، عايزاه يكون خفيف. وبعدين هاجي بقى اعصج اللحمه كده. حطيت البصل الاول قلبته تقلبتين، وبعدين نزلت باللحمه كده. هبتدي ان انا اقلبها لحد لما تخش في التسويه، واحط ملح وفلفل اسود. وبعدين بشرت كده طماطمتين. اللازانيا بتحب تكون فيها صوص شويه، لان احنا بنحطها نيه مش بنحطها مستويه، فلازم يكون البشاميل بتاعها خفيف ويكون اللحمه ليها صوص عشان ما تبقى عشان تستوى فيها يعني، لان دي مكرونه نيه. ببتدي اجيب الصينيه بتاعتي كده واحط من تحت كده شويه بشاميل، وبعدين اجيب اللازانيا بتاعتي وابتدي كده ارصها زي ما انتم شايفين. انا بحطها نيه، في ناس بتسلقها بس هي الافضل تحطيها لان هي اصلا المكتوب عليها ان هي بتتحط نيه وبتستوى مع البشاميل وبتستوى مع اللحمه، وهتشوفوها هتبقى مستويه زي الزبده حلوه يعني، ما خدتش وقت ولا. اهم حاجه بس ان انتوا تخلوا البشاميل خفيف ما يبقاش تقيل، وتخلوا اللحمه فيها صوص شويه عشان يسوي المكرونه. ببتدي بقى كده رصة مكرونه كده، وعليها طبقه لحمه وعليها شويه بشاميل، واحط طبقه مكرونه تاني، وعلى كده بقى بفضل كده لحد لما تخلص الكميه اللي عندي. وبعدين طبعا انتوا شايفين انا عامله بشاميل كتير، لان البشاميل ده هو اللي هيسويها. بس انا شايفه ان هي كانت محتاجه صينيه اصغر من دي بحيث تطلع اعلى. انا هنا دي طلعت رفيعه ما طلعتش عاليه، بس انتوا الافضل ان انتوا تخلوا الصينيه اصغر من كده، وبحيث ان هي اللازانيا تكون بتاعتنا عاليه شويه، ما تبقاش رفيعه زي ما انتوا هتشوفوها عندي يعني. ده كده بالنسبه لي انا. دلوقتي هنكمل بقى الطبقات بنفس الطريقه. طبعا اللي حابب يحط جبنه فيها يحط، انا ما حطيتش النهارده جبنه، بس هي برضو عادي ممكن تتحط فيها جبنة. ممكن نبدل اللحمة المفرومة دي قطع فراخ، برضو هتبقى حلوة جدا. جربوها بالطريقة دي وجربوها بالطريقة دي، الطريقتين هيبقوا حلوين يعني. كده خلاص خلصت انا الكمية اللي عندي. اخر حاجة بقى واحدتين لازانيا كده حطيتهم فوق الوش، وعادي البشاميل هيغطي كل ده يعني. دلوقتي بقى هغطي اهو البشاميل، وبعد ما غطيته حطيت عليه كده رشة بابريكا فوق الوش. انا مش بحط بيض في البشاميل انتوا عارفين، رشة البابريكا دي برضه هتديها لون كويس. اول ما تطلع من الفرن دلوقتي هتشوفوها عاملة ازاي. المكرونة استوت زي الزبدة والبشاميل كان جوسي خالص. هتشوفوه حتى وانا بقطعه دلوقتي، بصوا لونها حلو ازاي من غير بيض ولا من غير اي حاجة. طبعا انا قطعتها سخنه، انتوا ممكن تبردوا يعني تسيبوها تبرد بحيث ان انتوا تطلعوها القطعه بقطعتها تبقى باينه، طبقه لحمه طبقه المكرونه طبقه الطبقات كلها تبقى باينه واضحه قدامكم. بس طبعا طول ما هي سخنه هتطلع اللي هي الكريمي خالص، هتشوفوها دلوقتي. انا فضلت ان انا اطلعها كده قطع كريمي بحيث ان انا اوريها لكم. بصوا لسه سخنه نار، البشاميل اهو جوسي خالص. هطلعها دلوقتي هتشوفوها عامله ازاي. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيخلي اكبر عدد من الناس تشوفها. فساعدوني شويه، انا بحاول اهو ان انا استمر في الفيديوهات. فانتوا كمان اللي بيتفرج يعني مش هيخسر حاجه لو عمل لايك. ما تنسوش اللايك يعني، اهم حاجه اللايك. اهو انا بصوا بقطعها، مش عارفه اقطعها من كتر ما هي سخنه. لو انتوا بتحبوها زي كده سخنة طلعوها كده، لو انتوا مش حابينها سيبوها تبرد بقى خالص وطلعوا قطع بقطعتها. وزي ما قلت لكم كل ما هتصغروا الصينيه كل ما هتطلع الاعلى. بصوا هنا طلعت قطعه كده اهي منها، بصوا شكلها من جوه عامله ازاي، جوسي خالص. المكرونه استوت اهي، بصوا انا بوريكم استوت خالص، ولا تقولوا نيه ولا اي حاجه، استوت وبقت جميله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديو الجاي، لسه في فيديوهات كتير ومكملين. بس ما تنسوش الدعم. مع السلامه.